الأخصاص مقورن جماعة سيدي مبارك إقليم سيدي إفني. اعتقال مروج مسكر ماء الحياة وفرار شخص ثاني وتفكيك مصنع عشوائي لتقطير المحيا، خطوة حاسمة ومدروسة وفي إطار محاربة تجارة المخدرات ومروجي المسكرات الغير القانونية. نجحت عناصر من الدرك الملكي برئاسة رئيس المركز التابع للأخصاص إقليم سيدي إفني من اعتقال مروج مسكر ماء الحياة، حيث تم العثور على ما يقارب 20 لتر من المسكر مخمر وطنجرة للضغط. في حين وبعد عملية تفتيش ثانية تمكن مروج آخر ذو سوابق عدلية من الفرار مستعينا بأسطح المنازل، الشيء الذي صعب المأمورية على العناصر السابقة الذكر من اعتقاله. لكن هذه العملية لم تخلو من نتيجة، حيث تم فيها تفكيك مصنع عشوائي كان يستخدم لتقطير هذا النوع من المسكرات. ماء الحياة المعروف أيضا بالمشروب المحيا الذي يتم تصنيعه وترويجه بشكل غير قانوني يعتبر تحديا كبيرا لسلامة الشباب والصحة العامة، نظرا لمخاطر الجسيمة التي قد تنجم عن استهلاكه. ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد تمكنت عناصر الدرك الملكي من تحديد موقع تواجد المروجين والمصنعين العشوائيين الغير شرعيين اللذين كان يستخدم فيهما عملية التقطير وإنتاج مسكر المحيا، والذي يعد من ضمن الممنوعات التي يعاقب عليها القانون. تجدر الإشارة أنه بالتزامن مع عملية التفكيك تمكنت السلطات الأمنية بالأخصاص من اعتقال المروج الأول لهذا النوع من المسكر وإخضاعه تحت تدابير الحراسة النظرية تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة، في حين المروج الثاني في حالة فرار. أما مجمل العملية فقد أسفرت عن حجز ما يقارب من 320 لتر من مسكر ماء الحياة معدة للبيع و160 لتر آخر مخمر، ثم على مواد أولية قارب وزنها كيلو جرام من التين المجفف، وهي تدخل في إطار المكونات الرئيسية للمسكر. بطبيعة الحال يتم مزجها مع مكونات أخرى حتى تكمل عملية التخمير والتقطير. ويأتي هذا الإنجاز في إطار الحملات الدورية التي تقوم بها السلطات الأمنية بالأخصاص إقليم سيدي إفني لمحاربة مروجي المخدرات والمسكرات، قصد حماية المواطنين الشباب منهم بالخصوص، تفاديا للمخاطر الناجمة عن تناول وشرب هذه الممنوعات. ومن المتوقع وبدون شك ستتواصل هذه الجهود الأمنية والقضائية لملاحقة ومحاربة كل من سولت له نفسه الإضرار بصحة المواطن، والتي تبقى فوق كل اعتبار. نجيب نحاس، الأخصاص.